وفجأة بنلاقي نفسنا قبل آخر الشهر مفلسين. طب سألت نفسك إيه السبب؟ رغم إن في ناس كتير عايشين بأقل من مرتبك، والأدهى من كده إنه بيوفر منه ويحوش كمان. اسمع مني الكام نصيحة دول واعرف فلوسك بتروح فين. أول حاجة، اكتب اللي بتصرفه في نوتة. دايما إحنا بنصرف على مدار اليوم بس ما بننتبهش إن إحنا صرفنا كتير، غير أما تخلص الفلوس اللي إحنا حاطينها في حسابنا لليوم ده. لذلك اكتب في نهاية اليوم قبل ما تنام مثلا أنت صرفت فلوس قد إيه. اكتب كل قرش راح فين وليه، وتعالى بعد اسبوع بص على النتيجة. انت صرفت قد ايه وفي ايه، هتنبهر بالنتيجة فعلا. انك صرفت كتير في حاجات ما كانش ليها لازمة او كان ممكن تتصرفها في شيء احسن من كده. تاني حاجة، احسب انت بتحتاج مصاريف قد ايه في اليوم. المصاريف الشخصية بتاعت كل واحد بتختلف، حتى لو كان الأسرة مثلا مكونة من 4 أفراد، ونفس الأسرة التانية المجاورة ليهم أو جيرانهم أو نفس المستوى الاجتماعي، هتلاقي إن مصاريفهم الشخصية بتختلف من هنا لهنا. دي حاجة شخصية، لأن في أسرة موفرة وفي أسرة مسرفة. طب إيه اللي بيخلي دي مسرفة وبيخلي دي موفرة؟ إن إحنا بنحسب نفقاتنا اليومية قد إيه. وده برنامج تقدر تنزله على موبايلك يقدر يساعدك في إنك تتابع مصاريفك اليومية. هتلاقي في الديسكريبشن تحت اللينك بتاع تحميل البرنامج. تالت حاجة، خليك حكيم في الصرف. يعني حاول تختار أفضل شيء بأقل سعر، وما تستقلش بالخطوة دي، لأن الشركات الكبرى ذات الدخل الملياري أو المليوني بتعين في الشركة مدققين ماليين عشان يعرفوا كل كبيرة وصغيرة رايحة فين وبتتجاب بكام. دي رابع حاجة بقى، فكر على قد فلوسك. كتير من الأسر اللي بتحافظ على صرفها خلال الشهر أول ما بيزيد دخلها الشهري بتلاقيها بطلت تدقق في مصاريفها الشهرية، وبقت تصرف على كيف الكيف ومفيش أي حساب لأي حاجة. وفجأة بتلاقي آخر الشهر فلوس ما معهاش فلوس ومتداينة، بل بيجي لها رسائل كتير على الموبايل تقول لها ادفع الفلوس اللي عليك. لذلك مهما بلغ دخلك أو زاد دخلك لازم تكتب كل كبيرة وصغيرة في الدخل وبتصرفها في ايه، وتتابعها بشكل اسبوعي، بشكل يومي او بشكل اسبوعي بشكل افضل عشان تعرف النتيجة بتاعتك. خامس حاجة بقى، شيل فلوس لوقت الزنقة او لوقت الطوارئ. طبعا فلوس الزنقة ووقت الطوارئ دول مفيش، يعني ناس كتير قليل قوي لما بتلاقي حد شايل حاجة على جنب. شيلها بس ما تشيلهاش على جنب ضمن الفلوس، لا بالعكس، انت تحطها كسند مثلا في البنك، كشهادة ادخارية، كحاجة استثمارية، بحيث انك لو احتجت فلوس يوما ما تقدر تاخد بضمان الحاجات دي مبلغ قصادها، حاجة لوقت الزنقة وربنا ما يوريكوا زنقة. سادس حاجة، علم اولادك ازاي يدخروا فلوسهم. دلوقتي لما تعلم ابنك ازاي يحوش فلوسه او ازاي يصرف الفلوس، لما يكبر هيدعي لك قوي، بل بالعكس هيبقى مفكر انه ازاي يعمل لك طرق ابداعية يجيب بيها الفلوس. مثلا اديله، قول له مثلا هشتري لك اللعبه دي مقابل انك تحوش المبلغ ده، وجيب مبلغ للعبه يقدر هو يحوشه في خلال 3 4 ايام، اسبوع بالكتير، وده هيشجعه انه يحوش. ممكن برضو تخليه يحوش فلوسه معاك، وتديله ورقه مثلا تقول له اكتب الفلوس اللي انت عايزها من الفلوس اللي انت حوشتها كحاجه زي الشيكات كده، بحيث يتابع فلوسه. وبرضو انت لما بتعمله العاده دي بتخليه يقدر يحوش. تعرف انك تقدر تطلع فلوس من ايديك. سابع خطوة، الطريقة اللي تطلع بيها فلوس من ايديك هي مهارتك. يعني ايه برضو؟ في واحدة ارملة اسمها مدام مها، دي كان عيالها اتجوزوا وهي بقت لوحدها ومفيش مصدر دخل ليها. ففي يوم من الايام وهي بتاكل في مطعم، عرضت على صاحب المطعم بعد ما اكلت انها تعمل له نفس الفطيرة اللي هي اكلتها بس بطريقة ألذ، ومش عايزة منه فلوس. الراجل عجبته الفكرة وقال لها مفيش مشكلة، قدمي لي الفطيرة وانا احكم عليها. وبصراحة الراجل عجبته الفطيرة بعد ما قدمتها له، لأنها جابت الطريقة من على النت. هي عمرها على فكرة ما كانت تعرف تعمل فطير إلا قليل، لكنها جابت الطريقة من النت وأتقنت الطريقة وبدت للراجل صاحب المطعم وعجبه الطعم. بل بقى كل يوم يطلب منها تزيد العدد لحد ما جابت ناس يشتغلوا معاها. ولما في آخر السنة الناس بقت زادت كتير قوي، اضطرت إن هي تفتح محل وينتشر اسمها في السوق. فحاول تطلع من مهارتك تروج لنفسك بالطريقة دي، ان انت كل ما كان عندك مهارة تعرف تستغلها في المكان الصح. عجبك الفيديو دوس لايك واعمل لنا شير واكتب لنا كومنت وفولو. صباح الفل.